لو انت بتبيع اي منتج او خدمة سواء اونلاين او وجها لوجه، لازم تفهم حاجة مهمة جدا. الاعتراضات اللي بتسمعها من العميل مش حاجة ضدك، دي جزء طبيعي جدا من اي عملية بيع ناجحة. واللي ما يعرفش يتعامل مع الاعتراض عمره ما هيقفل بيع بذكاء، ولا هيبني ثقة، ولا هينجح في البيزنس. في الفيديو ده انا هقولك ايه هو الاعتراض، وهل هو حاجة كويسة ولا لا، ايه هي اشهر انواع الاعتراضات، واهم نقطة ازاي ترد، وازاي تقلب الاعتراض لفرصة تقفيل. وكل ده هيكون مدعوم بأمثلة واقعية وتجارب من أكبر مدارس البيع في العالم. أنا محمد نادي، وده فيديو جديد عن أشهر اعتراضات العميل اللي ممكن تواجهك، وازاي ترد عليها وتكسب ثقة العميل وتقفل البيع. طيب خلينا في الأول نوضح إيه هو أصلا الاعتراض. الاعتراض هو ببساطة حالة من التردد أو القلق أو عدم الاقتناع الكامل، اللي هو بيخلي العميل ما ياخدش قرار الشراء فورا. وساعات كمان الاعتراض بيكون منطقي، وساعات بيبقى مجرد بس مقاومة نفسية من العميل لأنه خايف إنه ياخد قرار غلط. حسب كتاب Objection لجوب بلاونت، بيقول إن الاعتراضات ما هي إلا أعراض لمشاكل أعمق في إدراك العميل للقيمة أو الثقة أو التوقيت. طيب يعني إيه؟ يعني العميل مش بيرفضك، هو بس مش شايف السبب الكافي اللي يخليه يقولك أيوة أنا خلاص اشتريت. طيب هل الاعتراض ده حاجة كويسة؟ الاعتراض في البيع والتسويق مش حاجة وحشة زي ما ناس كتير فاكرة، ده بالعكس ممكن يبقى فرصة عظيمة جدا جدا لو عرفت تستغلها صح. يعني لما العميل يقولك السعر غالي أو مش مقتنع، ده مش معناه إنه مش عايز يشتري، ده معناه إنه لسه بيفكر، ولسه عنده فضول، ولسه مهتم. وزي ما دايما بيقولوا، العميل اللي بيعترض مش بيرفض. يعني ايه العميل اللي بيعترض مش بيرفض؟ يعني هو بس بيكون محتاج انه يفهم اكتر. طيب ليه الاعتراض ده حاجة كويسة؟ أول حاجة معناها إن العميل مهتم، يعني لسه معاك، لسه في دماغه، بيسأل وبيستفسر. لو ما كانش أصلا مهتم كان سكت ومشي، أو كان قالك تمام ابعت لي وهبقى أرجع لك وكان اختفى وخلاص. لكن لما يعترض فده معناه إنه بيدور على إجابات. طيب تاني حاجة، بيفتح لك باب للكلام. الاعتراض ما هو إلا فرصة حقيقية إنك توضح حاجة كانت مش مفهومة عند العميل. يعني مثلا هو شايف ان السعر عالي، يبقى انت تقدر تقعد وتشرح له القيمة اللي هياخدها من المنتج بتاعك، وايه هي المميزات اللي هو مش واخد باله منها، والضمان والدعم اللي هيوصل له بعد ما يشتري المنتج بتاعك. فبدل ما تسيبه في شكه بتاخده بالحوار وبتطمنه. طيب وتالت حاجة، تقدر تحول الشك لثقة. لما العميل يعترض وانت ترد عليه بكل هدوء وثقة، وتفهم هو قلقان من ايه، ساعتها هو بيحس انك مهتم بيه، مش بس عايز تبيع له وخلاص. واللحظة دي هي اللي ممكن تفرق مع العميل، يا تكسب فيها عميل مدى الحياة، يا تخسره لو اتنرفزت أو خدت الكلام بشكل شخصي. طيب رابع حاجة، الاعتراض مش موجه ليك كشخص، يعني ما تاخدهاش على أعصابك. هو مش بيقولك أنا مش بحبك مثلا، هو بيقولك أنا مش مقتنع بحاجة في العرض بتاعك. وده بيكون فرق كبير جدا جدا. ساعتها انت دورك انك تشرح وتوضح وتبني على الكلام اللي هو قاله، مش تهاجمه. الاعتراض ده مرحلة طبيعية جدا جدا في أي عملية بيع، بل بالعكس ده أحيانا بيبقى مفتاح إن العميل يتحول من شخص متردد لشخص مقتنع جدا جدا ويشتري وهو مرتاح. طيب المهم بقى إنك تبقى جاهز، وبدل ما تتوتر تبقى مستعد ترد وتوضح وتكسب الحوار لصالحك. طيب إيه هي أنواع الاعتراضات للعملاء؟ ببساطة كده وبدون تعقيد، الاعتراضات اللي بتقابلك وانت بتبيع مش كلها بتكون شبه بعض. وعلشان ترد صح لازم تفهم الأول هو بيعترض على إيه بالظبط. تعال نقسمهم لأربع أنواع أساسية، وكل نوع بيكون ليه طريقة مختلفة في التعامل. أول نوع عندنا وهو بيكون اعتراض على السعر. من أشهر وأكتر الاعتراضات اللي بتسمعها في أي بيع هي جملة السعر غالي، أو أنا كنت فاكر إن السعر أقل من كده، أو حتى ده فلان بيبيع أرخص منك بكتير جدا. وطبيعي جدا إنك تسمع الجملة دي سواء كنت بتبيع منتج ب100 جنيه أو حتى منتج ب10,000 جنيه. بس السؤال الحقيقي، هل ده فعلا اعتراض على السعر؟ ولا هو مجرد اعتراض على القيمة؟ يعني هل هو شايف إن السعر غالي، ولا هو مش شايف إنه هياخد حاجة تستاهل المبلغ اللي هو هيدفعه؟ خلي بالك من النقطة دي لأنها مهمة جدا جدا. طيب إزاي ترد بقى على اعتراض السعر؟ أول حاجة لازم تعملها لما تسمع إن السعر غالي إنك ما تتهزش، وده مهم جدا جدا. ما تبقاش أول رد فعل ليك إنك تقول له طب استنى أنا هعمل لك خصم شوية.
لا انت كده بتقلل من قيمة المنتج اللي انت بتقدمه. خليني اقولك على خطوات بسيطة تتعامل بيها. اول حاجة لازم تسأله هو غالي مقارنة بايه؟ لو قالك ان السعر غالي اسأله سؤال بسيط، غالي مقارنة بايه بالظبط؟ في ناس بتكون بتقارن سعر منتجك بحاجة اقل منها في الجودة والمميزات، وممكن تكتشف انه فعلا مش فاهم الفرق بين اللي انت بتقدمه وبين اللي هو شافه في مكان تاني مثلا. وده بيفتح لك الباب انك تشرح له منتجك والفرق بينه وبين المنتج التاني، الجودة عاملة ازاي والضمان وخدمة ما بعد البيع والدعم اللي انت بتقدمه له والتجربة عموما. فده اول رد ممكن ترده عليه لو قالك ان السعر غالي. طيب وتاني رد، وهو انك توضح له القيمة. في قاعدة مشهورة في البيع بتقول الناس ما بتشتريش السعر، الناس بتشتري القيمة. يعني لو العميل حس انه هياخد مقابل حقيقي مش هيتردد في الدفع ابدا. يعني مثلا لو حد مثلا بيبيع كورس ب 3000 جنيه وواحد تاني بيبيع كورس تاني ب 500 جنيه، لكن الكورس الغالي فيه شغل عملي زي متابعة وقوالب ودعم مباشر للعميل، لو العميل فهم ده غالبا هيشتري الأغلى لأنه شايف نتيجة. فأنت دورك توضح له ده بالأمثلة والنتائج مش بالكلام العام وخلاص. طيب امتى فعلا نفعل له خصم؟ الخصم مش حاجة غلط، ده ممكن في وقت فعلا انك تضطر انك تعمل له خصم، بس لازم يكون في سياق. يعني مثلا لو انت بتحفزه انه ياخد قرار دلوقتي او يشتري دلوقتي، او مثلا لو هيشتري كمية كبيرة، او لو هو عميل مثلا قديم ورجع لك تاني وانت اتعاملت معاه قبل كده، لازم تطبق له الخصم. لكن ما تبدأش بالخصم ابدا، لان ده بيوصل له انك مبالغ في السعر او بتبالغ في السعر بتاعك او بسعر المنتج اللي انت بتقدمه، او ان المنتج مش بالقيمة دي اصلا. في الاخر انا عايز اقول لك ان لو اعتراض العميل على السعر ما تخافش وافهمه وفهمه بالراحة. اعتراض السعر مش نهاية الصفقة، ده بيكون بداية الحوار، وده وقتك الحقيقي كبياع شاطر أو مسوق فاهم إنك توصل له القيمة مش بس المنتج. طيب عندنا إيه هو تاني اعتراض؟ تاني اعتراض وهو اعتراض على الثقة أو المصداقية. في ناس كتير جدا أول ما تقول لهم اشتروا أو سجلوا أو حتى حاولوا إنكم تشوفوا المنتج بيردوا عليك بجملة شبه كده: أنا مش واثق بصراحة، أو أنا مش مطمن إني أتعامل معاك. عادي، ده طبيعي. او يقول لك مثلا انا عمري ما سمعت عنك قبل كده، هو انتوا جداد؟ فين الريفيوهات بتاعت الناس؟ فين الناس اللي اشترت منك قبل كده؟ وده اعتراض مش معناه انك وحش لا سمح الله، ولا معناه مثلا انك برضه نصاب لا سمح الله. ده ببساطة معناه ان العميل مش حاسس بالامان لسه، وده طبيعي جدا جدا، خصوصا في سوق مليان فعلا نصب ووعود كدابة وتجارب سلبية. السؤال هنا ازاي تكسب ثقة العميل وازاي تطمنه؟ تعال نشوف خطوات في التعامل مع الاعتراض ده بالذات، لأنه هو مهم جدا جدا. أول حاجة وهي إنك ما تتضايقش من الاعتراض خالص، العميل مش بيهينك، هو بس بيحاول يحمي نفسه. فما تردش بعصبية ولا تقول له مثلا يعني أنا كداب، أو لو مش عايز يا عم خلاص. لا، خليك هادي واديله أمان. تاني حاجة وهي إنك بتقدم إثبات اجتماعي، سوشيال بروف. دي أول خطوة بتكسر الحاجز بينك وبين العميل. لو عندك تقييمات من العملاء وريها له، عندك سكرين شوتس مثلا من ناس شكرت فيك نزلها له، عندك تجارب نجاح احكي له عنها، فيديوهات، صور، ريفيوهات، اي حاجه قدمها للعميل خليه يطمن ويحس بالامان. هات له كل ده وخليه يشوف بعينه. انا مش اول مره اشتغل مع حد، بس تحسسه كده بالحاجات اللي انت بتقدمها له مش بالكلام. طب لو انت فعلا لسه بادئ الشغل او لسه بادئ البيزنس، هات 2 أو 3 أو 4 عملاء واشتغل معاهم ببلاش او بسعر رمزي، واطلب رايهم وابدا ببناء ده عشان يبقى عندك ريفيوهات من عملاء سابقين وتخلي العميل يحس بالامان. طب تالت حاجه، حاول انك تظهر بوشك وخلي نفسك ظاهر. واحد من اكبر اسباب عدم الثقه هو ان العميل مش شايفك، مين اللي بيكلمني، مين اللي ورا الصفحه وانا ما شفتوش ولا اعرفه، هو شخص حقيقي ولا مجرد لوجو وصفحه واول ما اشتري منه هيقفل الصفحه ويعمل لي بلوك. فاطلع بصورتك وبصوتك وبفيديوهاتك، خلي الناس تعرفك كإنسان مش ككيان وهمي. الناس بتثق في الأشخاص أكتر من الشركات. طيب ورابع حاجة، اشرح له الضمان. العميل بيخاف يشتري ليه؟ عشان خايف انه يخسر فلوسه. لو الحاجة طلعت مش حلوة مثلا، فانت لو تقول له مثلا لو المنتج ما عجبكش خلال 7 ايام تقدر ترجعه وتاخد فلوسك. او مثلا لو انت بتقدم كورس هتقول له الكورس عليه ضمان استرجاع لمدة اسبوع، لو ما استفدتش تقدر ترجع فلوسك بدون اي ضمانات وبدون اي نقاش. العميل هنا بيهدى، بيحس انك مش هتجري بفلوسه. طيب وخامس حاجة، اعترف ان عنده حق. اوقات كتير بنفترض ان العميل لازم يثق فينا تلقائي، وده طبعا مش طبيعي، بس الحقيقة ان الشك هو اللي منطقي جدا. قول له كده:
أنا مقدر جدا قلقك، ولو كنت مكانك كنت سألت نفس الأسئلة اللي أنت بتسألها، ده طبيعي. عشان كده بحب أوضح كل حاجة بشفافية، وتقدر تسأل أي حد اشتغل معايا قبل كده. الاعتراف ده لوحده بيبني ثقة بينك وبين العميل. الثقة ما بتتبنيش بكلمة، الثقة بتتبني بسلوك. خلي كل تفصيلة في شغلك بتقول أنا فعلا محترف. الرد السريع، الأسلوب المحترم، الشرح الواضح، طريقة عرضك حتى للمنتج، تصميم المحتوى، كل حاجة بتقول أنا حد ينفع تتعامل معاه وأنت مطمن، لأني فعلا محترف في شغلي. طيب، وتالت اعتراض عندنا وهو اعتراض على التوقيت أو القرار. مثلا يقول لك خلينا أفكر شوية، أو مش وقته دلوقتي. الاعتراض ده من أكتر الاعتراضات اللي بتقابل أي حد بيبيع، وبيجي في صور كتير، زي مثلا أنا والله محتاج وقت أفكر، أو استنى لما أخلص شغل الشهر ده، أو مثلا هكلمك تاني الأسبوع الجاي إن شاء الله، أو مثلا يقول لك أنا مش جاهز دلوقتي للخطوة دي. وعلى فكرة ده مش دايما رفض صريح، ده في الأغلب بيكون نوع من أنواع التأجيل، بسبب طبعا التردد أو الخوف، أو إن العميل لسه مش واثق فيك بنسبة 100%. طب العميل بيقول كده ليه أصلا؟ في أسباب كتير جدا جدا ممكن تكون ورا الكلام ده، زي مثلا إنه خايف ياخد قرار يندم عليه، أو مش واثق في القيمة اللي أنت هتقدمها له أو اللي هو هياخدها. محتاج يستأذن حد تاني، مثلا زي شريكه أو مديره أو مراته، عادي جدا. عنده أولويات تانية دلوقتي، أو ببساطة مش شايف الاستعجال ليه أي مبرر من ناحيتك. بس في كل الأحوال أنت كمسوق أو بياع شاطر محتاج تفهم السبب الحقيقي اللي ورا الكلام ده عشان تقدر تتعامل معاه صح. طيب إزاي بقى ترد على اعتراض التوقيت؟ أول حاجة اسأله سؤال كاشف من غير ضغط، واسأله بطريقة هادية وبالراحة. هتقول له ممكن أعرف إيه اللي حضرتك محتاج تفكر فيه تحديدا، عشان لو في حاجة مش واضحة أقدر أساعدك، أو مثلا لو محتاج تفاصيل أكتر أقدر أوضحها ليك. السؤال ده بيخليك تعرف هل هو فعلا محتاج وقت ولا بس بيهرب من القرار. وتاني حاجة، وضح له قيمة القرار اللي هياخده دلوقتي. قول له مثلا أنا فاهم إن اتخاذ القرار مش دايما بيكون سهل، بس اللي متأكد منه إن الوقت الصح دايما بيكون دلوقتي، خصوصا لو الحاجة دي هتوفر لك وقت أو مجهود أو فلوس قدام. طيب، وتالت حاجة، اعرض عليه حل وسط. يعني مثلا لو هو مش جاهز يدفع أو يشتري دلوقتي، ممكن تقول له طب ممكن نبدأ بخطوة صغيرة، أو تجربة مثلا بسيطة من غير التزام كامل، عشان تجرب وتحس بالفرق بنفسك، وبعد كده تاخد القرار وانت مرتاح. أو مثلا إنك تقول له إيه رأيك نعمل مكالمة سريعة الأسبوع الجاي ونشوف إذا ظهرت أي استفسارات جديدة أقدر أقدمها لك وأساعدك فيها إنك تاخد قرار. طيب، رابع حاجة ممكن تستخدمها مع العميل هي الفومو، الخوف من ضياع الفرصة. بس طبعا من غير تهويل، خليك هادي زي ما قلنا وبالراحة وانت بتتكلم مع العميل. الفرصة دي موجودة دلوقتي، ومش دايما بنضمنها انها تفضل بنفس الشكل او السعر بعد كده طبعا. فلو مهتم فعلا ممكن تحجزها دلوقتي ونقفل باقي التفاصيل وقت ما انت تحب. دي كده طريقة بتحسسه ان ممكن الفرصة تضيع منه. وخلي بالك من حاجة مهمة جدا جدا، انت مش بتضغط عليه، انت بس بتساعده يشوف الصورة كاملة وياخد القرار وهو واثق من قراره. والعميل ساعات بيبقى محتاج بس زقة صغيرة أو توضيح بسيط يخليه يقول تمام أنا جاهز أبدأ واشتري دلوقتي. طيب تعالوا بقى نروح لرابع نوع من أنواع الاعتراضات عندنا، وآخر نوع، وهو الاعتراض على الاحتياج نفسه. العميل بيقول لك أنا مثلا مش محتاج المنتج ده دلوقتي، أو مثلا الخدمة دي مش مهمة بالنسبة لي قوي مش عايزها، أنا شغال كويس قوي من غيرها. أو يقول لك مثلا إيه الفرق اللي هيقدمه لي المنتج، يعني أنا شايف إن أنا كده تمام. النوع ده من الاعتراضات معناه ببساطة العميل مش شايف إن عنده مشكلة محتاجة تتحل، ودي أخطر مرحلة، لأن مفيش بني آدم هيشتري حل لو هو أصلا مش شايف إن عنده مشكلة. طيب نتصرف إزاي بقى مع الاعتراض ده؟ ما ينفعش ترد عليه بمعلومات عن المميزات أو الأسعار أو العروض، لأن ده بالنسبة له مش فارق معاه دلوقتي. هو هيستفاد إيه من المميزات والعروض وهو أصلا حاسس إن ما عندوش مشكلة؟ أنت لازم تفتح له عينه على المشكلة الأول، لازم توصله للألم اللي هو مش واخد باله منه أو مش عايز يعترف بيه. افهم من الأول هو ليه بيقول لك كده. ممكن يكون فعلا مش فاهم إن هو عنده مشكلة، وممكن يكون شايف إن الحل ده رفاهية مش ضرورية بالنسبة له، أو ممكن حتى يكون عنده حلول تانية بديلة وشايف إن هي كفاية ومكفياه مش محتاج منتج تاني. طيب إزاي ترد على اعتراض أنا مش محتاج المنتج ده؟ أول حاجة، ارجع خطوة وابدأ بالأسئلة. وخلي بالك ما تشرحش، اسأل. يعني ما تشرحش المنتج بتاعك، اسأل. هتقول له تمام، ممكن أعرف حاليا أنت بتتعامل إزاي مع المشكلة اللي أنت بتحلها؟ يعني أنت مثلا الحاجة بتقدمها له بتحل مشكلة، هتقول له أنت إزاي بتتعامل معاها؟
في أي مواقف حصلت معاك مؤخرًا حسيت إنها معطلاك أو بتكلفك وقت أو مجهود؟ لو في حاجة ممكن توفر لك ميزة كبيرة، تفتكر ده ممكن يفرق معاك؟ الأسئلة دي بتخليه يبدأ يشوف المشكلة فين من غير ما أنت تقول له أنت غلط أو أنت مش فاهم. طيب وتاني حاجة وهي إنك تستخدم القصص والأمثلة. المخ البشري دايما بيحب القصص أكتر من الأرقام، ما تكلموش في أرقام، احكي له قصة. مثلا في عميل كان عنده نفس وجهة نظرك دي بالظبط، كان شايف إنه مش محتاج المنتج أو الخدمة، بس بعد ما جربها لمدة أسبوع اكتشف إنه كان بيضيع وقت كبير جدا من غير ما يحس، والنهاردة بيقول كان نفسي أبدأ من زمان. طيب وتالت حاجة اربط الحل بالأهداف مش بالمشكلة، يعني بدل ما تركز على ليه هو محتاجك ركز على هو عايز يوصل لإيه. طيب مثلا لو قلنا إن هدفك هو إنك توصل للنتيجة دي أسرع وبأقل مجهود ممكن، تحب تشوف لو في طريقة تسهلك الموضوع ده؟ انت كده بتكلمه بلغته مش بلغتك انت، بتبسط له الموضوع وبتوضح له ان عنده مشكلة. اخر حاجة فرق بين اللي كويس واللي ممكن يبقى احسن. يعني ايه؟ يعني العميل دايما بيقول انا تمام كده، ردك لازم يكون انا مصدقك ان الوضع الحالي شغال، بس سؤالي هل ده احسن شكل ممكن انت توصل له؟ يعني مثلا لو في فرصة انك تزود نتائجك او تقلل مجهودك او تكسب وقت، تحب تعرف عنها اكتر؟ كده انت بتفكك المنطقة الدفاعية عنده وبتشغل فضوله. اعتراض انا مش محتاج ده معناه انك ما وصلتش قيمة للي بتقدمه بشكل واضح، فياريت ما تزهقش، خد نفس وابدأ اكشف له المشكلة شوية بشوية وبالراحة. الهدف مش انك تقنعه، الهدف انك تخليه يشوف المشكلة اللي عنده. الاعتراض مش نهاية الطريق، ده مجرد بداية لمحادثة حقيقية. الفرق بقى بين البياع العادي والبياع الشاطر ان العادي بياخد الاعتراض كرفض، لكن الشاطر بيشوفوا علامة إن العميل لسه بيفكر ولسه في أمل إنه يبيع له المنتج. ما تخليش أي اعتراض يخضك، خليك هادي وثابت، خليه دايما يفتح لك باب مش يقفله في وشك. ونصيحة في الآخر، لو وصلت للعميل الصح وفهمت هو بيقول لأ ليه، ساعتها تقدر ترد بآه تقفل بيها الصفقة. في النهاية لو الفيديو ده عجبك دوس لايك ودعمني باشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الدروس اللي جاية، واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر اعتراض بيوقفك ونرد عليه سوا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. واكتب لي كمان هل الدروس اللي بنقدمها والشرح عجبك ولا لا، عشان لو في حاجه نظبطها. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.